انعقد مؤخرا في إحدى المدن المغربية واحد الملتقى ديال الطاقة الإيجابية. هذاك الملتقى تيعلموا فيه الناس اللي هما حاضرين في ذيك الملتقى كيفاش يدخلوا الطاقة الإيجابية للدرس ديالهم باش ينساو أو باش يتخلصوا من ديك التراكمات اللي كاينه ديال هذا الوباء اللي فات، والاكتئاب اللي كاين داخلي في النفس، والحالات النفسيه اللي مر منها الانسان، لان الانسان عاش خلال هذه الفتره هذه واحد الحالات نفسيه عصيبه جدا. ازماته داخل البيت ديالو، في العمل ديالو، مع الاصدقاء ديالو، مع العائله ديالو، في المجتمع ديالو. اذا كاينه واحد الحاله، يعني حالة من الكآبة، وحالة من العصبية، وحالة من التوتر النفسي. هذا مزيان. ها هو كندخلوا له هاد الطاقة الإيجابية باش يتخلص من هاد الحوايج هادو اللي حنا مركزين عليهم. ولكن شنو هي الطاقة الإيجابية اللي غادي يدخلها الإنسان في الذات ديالو باش يتخلص من التوتر اللي تيعيشوه، اللي هو أكثر من الوباء ديال كورونا؟ ربما خلقته، تنديروا العذر بأن كورونا هي اللي خلقت هذا الشيء. لا 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 لا. ولكن التسيير ديالنا والحكومة ديالنا، وحنا كنا كنتظروا الحكومة الجديدة باش يجي معها الانفراج، ولكن عاد زاد الغلاء ديال المواد، عاد تخلق لنا هادشي ديال جواز التلقيح اللي خصك تدخل هنا ما تدخلش هنا، خرج هنا ما تخرجش هنا، عاد تزاد في البنزين، عاد يعني حوايج كثيرة بدات كتخرج على السطح. يعني عاد زدنا كنأزموا في هاد الناس هادو. ايوا اش من طاقة نقلبوا لهاد الطاقة الإيجابية في نظري اللي غادي تحل كل المشاكل المتعلقة، وهي الحلول الناجعة، البحث عن الحلول الناجعة لحل المشاكل اليومية للمواطن. باش النفسية ديالو تكون مزيانة، خصنا سيدي نحيدوا له الغلاء ديال المعيشة، خصنا سيدي نزيدوا له في الأجرة، خصنا سيدي نسهلوا له الأمور ديالو الحياتية، خصنا ما نعقدوش عليه الحياة ديالو. ما حدنا كنرخفوا على هذا المواطن هذا، ما حدنا كنوفروا له الطاقة الإيجابية لمواجهة الحياة بلا ما نقلبوا عليها، هي تجيب وحدها. هذه هي الطاقة الحقيقية اللي خصنا نقلبوا عليها. تحياتي.